عشان نحافظ على طاقتنا خلال فترة الصيام في رمضان وما نحسش بأي دوخة، يبقى لازم نهتم جدا بوجبة السحور ويبقى فيها عناصر متكاملة جدا، ونأخر السحور. وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما في السحور بركة. ففعلا السحور حاجة مهمة جدا، هو البنزين اللي هيدينا طاقة لغاية وجبة الفطار، وكمان نحاول نأخره على قد ما نقدر عشان جسمنا يبقى فيه طاقة يقدر يكمل لتاني يوم. بلس على كده ان احنا لما نفطر ما نفطرش على نشويات وسكريات، لانها كمان بتدوخ وبتخلينا نصدع وبتودي الدم كله للمعدة، وبالتالي بيقل جدا في المخ. فنحافظ على الحاجات دي، هنلاقي الطاقة بتاعتنا كويسة جدا جدا خلال شهر رمضان الفضيل وحتى أثناء وقت الصيام.